أهلا بيكم. عايز تتعلم تواجه تحديات حياتك بمرونة عالية؟ عايز تتعلم ازاي تحافظ على اتزانك النفسي وتوازن حياتك؟ طب عايز تتعلم ازاي تحسن استغلال قدراتك عشان تواجه تحديات حياتك بحكمة عالية؟ لو عايز تعرف ازاي تكتسب المرونة النفسية اللي تمكنك من كل ده، تابعنا في حلقة النهاردة. زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت ان المرونة النفسية ليها 3 مظاهر او 3 قدرات محتاجين نكتسبهم عشان نكتسب المرونة النفسية. أول قدرة منهم هي القدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، بمعنى إننا نبدأ ندرك حقيقة التحديات اللي بنواجهها في حياتنا ونتأقلم معاها. وعلشان نعمل كده ممكن نبدأ نتمرن يوميا على تمارين زي كتابة اليوميات، تمارين النفس، وتمارين الحضور الذهني. والتمارين دي هتساعدنا إننا نبدأ نواجه التحديات اللي في حياتنا بدون إنكار أو هروب. بعد كده أبدأ أتمرن على التمارين اللي تساعدني على تقبل التحديات دي، زي تمارين إعادة صياغة الموقف، والمقصود بيها اني ابدا اشوف الجوانب الايجابيه للتحدي او الموقف اللي بواجهه وازاي هستفيد منها. تاني نوع من التمارين هي تمارين اعاده ترتيب الاولويات، والمقصود بيها اني اعيد توجيه تركيزي على الامور اللي اقدر اشتغل عليها في الموقف فتساعدني على حل الموقف او تحسينه. وتالت حاجه وضع الاهداف وخطط لتحقيقها. تاني قدرة هي القدرة على التعايش مع التغييرات اللي سببتها التحديات دي. في الحالة دي احنا محتاجين نتمرن على القدرتين: قدرة الانكماش، وده عن طريق ممارسة الغفران مع النفس ومع الآخرين ومساعدة الآخرين، وقدرة الانبساط، وده عن طريق التعبير عن النفس، تحرير المشاعر المكبوتة، والتخلص من المخاوف الداخلية. والحقيقة ان التمارين دي هتحتاج مساعدة من كوتش معتمد. القدرة الثالثة هي القدرة على التعافي من آثار الصدمات، ودي ممكن نكتسبها عن طريق ممارسات كتير، زي تناول الأكل الصحي اللي يدعم صحة الجسد، والحصول على القدر الكافي من النوم الصحي، قضاء وقت في الطبيعة، ممارسة الرياضة أو تمارين اليوجا، ممارسة الدعم النفسي لك وللآخرين، إقامة علاقات اجتماعية داعمة لك والحفاظ عليها. الحقيقة إن الحصول على المرونة النفسية أمر مش سهل، لأنه بيحتاج لصبر واجتهاد في ضبط النفس. لكن لو قسنا المجهود ده عن المكتسبات النفسية اللي بنحصل عليها، زي إننا نقدر نكمل حياتنا مهما واجهنا من تحديات، ونقدر نوصل لأهدافنا مهما كانت صعبة المنال، ونقدر نقوم ونكمل مشوارنا مهما تعثرنا، هنكتشف إنه استثمار مربح جدا. لو أخدت قرارك إنك تبدأ الرحلة دي ومحتاج مساعدة من كوتش معتمد، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور. أخيرا، كونوا دائما معافين. أشكركم.